السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام، كل عام وأنتم بخير. الليلة عايزة أعمل معاكم بخور للبيت، بخور الشاف السوداني. أول حاجة كنت مغسلة بخور الشاف، غسلته نظيف وغسلته بالموية والقرنفل والهبهان، بليتن يوم كامل. جيت تاني يوم نشفتهم وشريتهم يمكن يومين لثلاثة يوم، لأن احنا هنا في الإمارات البلد شوية رطبة، فلغاية ما جفها معاي كان ده شكله. يعني لازم البخور الشاف يكون نظيف من الأتربة ومن أي حاجة. تاني حاجة عندي كوباية واحدة كبيرة بتاع السكر زي ما انتم شايفين، وعندي فنجان بتاع مسك مطحون، وعندي فنجان بتاع صندل مطحون، وعندي معلقة ونص، معلقة كبيرة ونص معلقة من الضفرة المسحونة، وعندي ليمونة واحدة حالباها في كوباية جاهزة، وعندي عطر بتاع بخور سوداني اللي هو بنشتريه من سوق ام درمان ده، يعني من النسوان اللي بيبيعوا البخور السوداني. يلا كده أنا جاهزة، لأنه محضرة كورتين من بخور الشاف. دي برضو ما ذكرت عليكم، قلت بخور الشاف وريتكم الوصفة بتاعته، بس ما ذكرت لكم انه انا عاملة مقدار كورتين زي ما انتم شايفين. دي الكورة عندنا احنا بنقول عليها كورية او كورة. المهم حسخن طوة او حسخن اناء على النار، وحابدأ معاكم خطوة بخطوة كيف نعمل بخور الشاف السوداني للبيت. يلا نبدأ مع بعض. كده انا كبيت السكر في الطوة زي ما انتم شايفين، وحابدأ اقلب لغاية ما السكر يبدأ معاي يتكرمل. بعدين نكمل باقي الخطوات مع بعض. حاولوا خلوه شوية كده زي 5 دقايق عشان يبدأ يسيح شوية شوية. وزعوه كويس في الطوة. بس يا جماعة دايما الحاجة اللي بتستخدموها هتكونوا مستغنين عنها من الطبيخ نهائيا، يعني ما تطبخوا فيها، بس تكون لشنو؟ لعمل البخور، عشان بتمسك الريحة بتاعة البخور. شايفين بدأ تحت يسيح شوية او يدوب شوية. قلبوا السكر عشان يكون لونه بعدين موحد في الكرملة. هخليه لغاية ما يكرمل واكمل الباقي شوية شوية خطوة بخطوة. تابعوا معي، خليكي مواصلة في التقليب زي ما شايفين شكله لغاية ما يدوب معانا كل السكر تماما. كده اتكرمل، ده لونه شايفينه جاهز. انزل بشنو؟ وانا موطية النار شديد. انزل بالليمون، سوري انا الليمون ما كنت صفيته، بس لاني مستعجل عشان اتكرمل نزلت بالليمونة. وحرك. هديها شوية موية زي ما انتم شايفين، شوية ما حاجة كتيرة، يعني زي معلقة. بعد كده هننزل بشنو؟ بالبخور اللي هو شاف. ده هنزل تدريجي. لو حسيت انه كفايه يا جماعه ما هكمل. لو حسيت انه السكر اتماسك في الكميه دي ما هزود تاني. لو حسيت اني عايزه زياده هزود تدريجي. ها
وطي النار شويه عشان حسيته بدا شنو يجمد، وانا ما عايزاه يجمد. يعني مره توطي ومره تعلي النار لغايه ما شنو يتمكن من انك تدخل السكر كله جوا شنو جوا الحطب بتاع الشاف. ما اظن اني احتاج لكمية بتاعت حطب تاني، لانه انا شايفة كده الكمية دي مع الكوباية بتاعت السكر مناسبة، اللي هي استخدمتها كورة ونص تقريبا. تاني اوطي النار، بس اشتغلت علي النار وطيها لغاية ما شنو يتجانس كله السكر مع البخور. بس تكون بتقلبي ما تجيفي منه، تفرتقي من بعض عشان يعني تحسي بانه السكر دخل جواه كويس. يعني يقول ما كان الإناء بتاعي كبير بمهلك يا جماعة، بمهلكم شديد. بس أنا الإناء بتاعي يعني وسط، فاكتفيت بالقدر ده إني ما حازود الكمية أكتر. هعلي تاني النار شوية لأنه السكر بيجمد منك. معلش الفيديو شوية طويل بس عشان أنا عايزة أوريكم الخطوات كلها من A to Z، وتتعاملي مع السكر كيف وتتعاملي مع البخور كيف عشان ما يحرق منك. أسيح شوية وتاني أوطي، يعني هاي ما تخلي النار عالية كتير، بس تحسي السكر بدأ يجمد معاك تعلي النار شوية وتاني أطفيها عشان ما يبقى لك بني شديد. كده أنا حاسة إنه تقريبا شبه اكتفيت بالحركة بتاعتي بتاعت البخور وتقليبه. لما تقع واحدة اعمل حسابك لأنها حارة شديد، خلي جنبك موية زي ما أنا خدت موية جنبي باردة. بدخل يدي فيها لما ارفع عليه واحدة ولا كده، لأنه والله العظيم حار شديد السكر ولزعته حارة. بس كده ده كفاية، وموطية النار شديد. هديه سرعة سرعة. الفنجان اللي كنت محضراه بتاع المسك طلعت فيه مسكاية كبيرة ما سايحة، وطفيت النار. تمام، نزلت بالفنجان ونزلت بالصندل برضو. انا بكتر الكمية يا جماعة لانه صراحة الريحة بتبقى حلوة، كل ما كترت الحاجة ما تبخلي بيها بتديك ريح رهيبة في البيت. اوكي، اخلط المسك والصندل، اسمه شغل معايا الصندل المسحون كويس في البخور. قلبوه قلبوه لغاية ما يخش في بعضه. في اللحظة دي هأنزل
دي اخر حاجة، ودي الحاجة الرهيبة اللي هي زي ما قلت لكم، الضفرة المنظفة في البيت او المسحونة، ادوها رشة مع التقليب. ما كبيتها كلها لاني حقلب وتاني حكب الباقي. لا ما حرفع بيدي لانه قبل شوية اتلسعت شديد. كانت حارة. حاولي على النار تاني دقيقتين كده او ثانيتين كده، يعني حاجة بسيطة ما حاجة كتيرة بس خفيفة. كده حلوين مواصلين التقليب المستمر. ما تجيفوا ما تجيفوا نهائي، ما تجيفوا. اوكي، هكوب باقي الضفرة بتاعتي المنظفة والمسحونة كلها. طبعا الضفرة بتدي لكم البخور بتاع البيت ده ريحة فظيعة، ريحة رهيبة. اوكي، طفيت النار، اديها البخور. سوري، اديها الليتر البخور. مركزة مع البخور، دار اقول لكم وضعت اديت لكم البخور. يلا يا بنات او يا حروم او يا نسوان، اهو ده شكل البخور بتاعنا. بس الريحة لما تكبوها خلوا النار مطفية وقلبوا كده بمزاج شوية شوية، وحاولوا السكر والصندل الماسك بالجنبات ده جمعوه في البخور جوا، لأنه بتجيبوا تكملة الريحة، ما تخلوا حاجة في الطاوة. اللي بعمل بشنو كده اهو، هزيد الريحة شوية. الريحة ما دايرة مقياس، لو حسيتي انه البخور اكتفى خلاص ما تزيدي، حسيتي انه عايز زيادة شوية عشان يتجانس ببعضه اديه. ريحة البخور رهيبة يا جماعة، المطبخ والبيت شكله هيكون كله ريحته كده رهيب رهيب رهيب. من هسه انا شامة الريحة واو، ما عارفة بعدين لما خليه يجيب شوية بيحصل شنو، هيكون ارهب ارهب والله العظيم. يعني انا قبل كده سويته، اي زول بيجي البيت بيقول لي انت بخور الصندل ده جبتيه من وين؟ وانا ما جبته من فيجي، لكن بس انا عملته في البيت بخور شافي يعني. لكن عشان كترت الضفرة، الله انا نسيت حاجة مهمة معلش، هكملها لكم اللي هي الصندلية. كده زي ما شايفين الصندلية، ودي مهمة شديد عشان تديك الريحة الرهيبة. صندلية الميسور، انا جايبة اي صندلية عندك، اي صندلية عندك في البيت اعمليها. ودي صندلية بالتعبئة من سوق ام درمان، برضو صندلية جميلة. خلاص حق السوق ام درمان دي هقوم هعمل منه حاجة بسيطة، ما حاجة كثيرة. الكلام ده كله يا جماعة والنار مطفية، شايفين؟ هنقطها كده. عشان ما تتكبلي كمية كبيرة، حاولي اعمل نفس حركتي دي. في نفس للأسف نفس الحركة هعملها، هكمل. الصندلية قلنا حاجة السوق ام درمان دي برضو رهيبة شديد، حاجة التعبئة.
اكتفيت بالقدر ده. هقلب وكده يا جماعة بخورنا خلص. هتنشري في صينية عشان يبرد، وتخليه شوية يمسك مع بعضه عشان ما يمسك ليكي. دي هواء خليه مدة يوم كامل في الصينية. عشان شنو؟ عشان ما يكون لين وماسك في بعضه كده شريط. انا بحاول بقلب في الصندلية كلها بدخلها جوا البخور. الصوت مزعج بس يتحملوني لغاية ما شنو اخلص الفيديو، لانه لازم احركه. ويلا ان شاء الله يكون الفيديو بتاع اليوم عجبكم. دي الصينية هنزل بالبخور كله، هوزع في الصينية. الكمية لا بأس بها، لكن ده هو بخور العيد بتاع البيت. قلت اشارككم البخور بعطر الصندل وبالضفرة المسحونة. وإن شاء الله دايما شامين الروايح الحلوة، ونحن دايما ناس حلوين وملمومين مع بعض ومجتمعين، حياتنا كلها حلوة. وده كان معانا البخور بتاع الليلة اللي هو بخور الشاف السوداني. ويديكم العافية وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. مقدما قبل العيد اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا رب العباد، وان شاء الله دايما تامين ولامين.